شاهد فضيحة وزير الرياضة الجزائري يتهم المغرب والاتحاد الإفريقي بالتآمر على الجزائر بخصوص كأس إفريقيا 2025. نفس الأسطوانة يعيدها النظام الجزائر في كل خرجة إعلامية، وذلك لتخدير الشعب الجزائري ومحاولة خلق عدو خارجي للتغطية على فشلهم الذريع في عدم توفرهم على بنية تحتية مقبولة لدى الاتحاد الكروي لتنظيم تظاهرة بهذا الحجم. وزير الرياضة بالجزائر يستدل بخرجة إعلامية لحفيظ الدراج، والذي قال مؤخرا بأن الاتحاد الإفريقي يستعد لإعطاء شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 للمغرب، نظرا لتوفره على الإمكانيات لذلك. نفس الأسطوانة تعيد نفسها لدى النظام الجزائري، يبررون الفشل قبل إعطاء رسميا اسم الدولة التي ستنظم هذا الحدث. والله يعني هذا الاناليز اللي دارها سي حفيظ مليحه، لانه مليحه تخلينا اكثر تاهبا واكثر استعدادا باش نديفيو ولا نواجهوا كل المخططات اللي تقدر تمس هذا. احنا دروك اذا كان الناس تغلبنا بالملفات مرحبا، ما كاش مشكل. يعني اذا كان الناس عندها ملفات اقوى، عندها جاهزيه ااكثر، عندها يعني كما نقولوا، ولكن اذا كان نستعملوا يعني انتم تعرفوا باللي ما يخفاكمش في هذا في الاسره الرياضيه هذه الافريقيه ولا الدوليه، الشبكات نتاع والجماعات الضاغطه تلعب دور كبير. يعني لهم ادواتهم ولنا ادواتنا، وفي نهايه المطاف يعني بعد الاجتماع اللي راح يتم يعني نتاع الكوميتي اكزيكتيف هو اللي راح يقرر وتصرى عمليه انتخابيه.